انطلقت نهار الاثنين 23 ماي فعاليات الدورة 40 المهرجان سيدي علي الحطاب معتمدية المرناقية اللي تتواصل على مدى 4 أيام بعروض ثقافية وتراثية. كل الزوار نرحبوا بهم اللي جاوا مهرجان سيدي الحطاب. اليوم معنا كيف ما تراو عندنا الألعاب الفروسية الثقافية الرياضية. برنامج الدورة ثري وفيه عروض ثقافية تراثية بالإضافة للمعارض والسهرات الفنية من التراث الشعبي والمسابقات وألعاب الفروسية والقراءات الشعرية والندوات الفكرية واستعراض الفرق الصوفية. اليوم عندنا زبرجت اللي هو عمل صوفي بحت يحكي على الولية، يحكي على ربي والنبي، أمداح، بحور، سلاسل، سفن من أرقى ما فما. 40 سنة ومهرجان سيدي علي الحطاب اللي تلقب بواب مكة مازال عنده مكانة خاصة عند أهالي الجهة، ونلقاو الناس مازالت تعمل الزرد وتستبارك بيه كيف ناس قبل. اللي أنا صغيرة نحضر المهرجان تاع سيدي الحطاب، كل عام نجوه نزوروه ونطيبوه ونعطوا معناها للي يجي الماكلة وكله، معناها كل شيء فيه باهي. في المهرجان نلقاو الحرفيين والعارضين اللي حبوا يعرفوا منتوجات المنطقة في مجال الصناعات التقليدية. وفي هالمهرجان تتحول زاوية سيدي علي الحطاب مقصد العدد كبير من الزوار واللي تمثل جزء حي من الذاكرة الشعبية، وهو توثيق العادات تميزوا بها أهالي المرناقية.